عارفه لو الوضع غير الوضع انا كنت ابقى تحت البيت عندك طول اليوم. عارفه لو حالتي بس مختلفه شويه عن اللي انا فيه اليومين دول انا كنت بجد ما سبتكيش زعلانه خالص. يعني حبيب قلبي والله انا عارفه. طيب انا طالما عارفه وكل الامور بتبتدي بلو لو لو، طيب ده اقوى دليل ليه ان احنا في حاجه غلط اصلا. ما لو من فعل الشيطان بقى، يعني ما لو هي كل الحاجات، ما هي لو كل الاشياء هتجرى لو حصل حاجات تانية، طب احنا ايه اللي مقعدنا؟ طب ما نقوم كل واحد يروح لحاله. يعني يمكن دي بصراحه يمكن نحطها فعلا يعني في الريد فلاجز كده، الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. لو كل الامور على وعد انها هتجرى، بعد ما حاجه تجرى يبقى احنا اصلا في حاجه غلط. لحين بقى ما الحاجات تجرى يحيينا ويحييك ربنا. كفايه اهدار وقت في علاقات بتاخد من الطاقة والصحة والمجهود واحنا منتظرين حاجات هي مش باين لها اصلا اي ملامح. حتى لو الوعود كانت تبدو ملائكية لكن على الارض مفيش حاجة بتتحرك. الواحد حقيقي بيصعب عليه، وبيصعب عليه بالذات الناس اللي مرت بده كتير. يمكن كل انسان يغفر ليه اول تجربة، تاني تجربة، ان هو اتقرص فيهم جامد او ان هو اتعلم فيهم الدرس. بس بيصعب عليا لما الاقي ناس بعد تجارب كتير جدا لسه بتمارس نفس الغلط، ولسه بتصدق نفس التسويف، ولسه بتستنى سنين طويلة جدا تحت عناوين فضفاضه جدا وواسعه ومش رايحه في حته. ارجع واقول برضو التعميم مرفوض، وفي حالات استثنائيه ممكن يكون صحابها حقيقي عندهم ظروف، ولكن بقى الشخص اللي في العلاقه هو الادرى بكثافته النفسيه وقدرته على الاستحمال. فلو الكلام ده دلوقتي جه كده نور لك لمبه، ده يبقى شيء كويس جدا. حسيت ان هو هيفرق مع حد تاني، يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.